يا مساء الفل عليكم. سريعا كده وفي عجالة، في مقولة لسيدنا علي رضي الله عنه عاوزين نسقطها على الواقع بتاعنا. هي بقت دستور أصلا بعد كده. المناسبة بتاعت المقولة دي كانت بعد موقعة الجمل. طبعا احنا عارفين كان في فتنة بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان وما إلى ذلك، والصحابة انقسموا لجيشين، جيش مع سيدنا علي وجيش تاني بعد كده مع سيدنا معاوية. بس في الأول كان السيدة عائشة وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير كانوا ضد سيدنا علي. بعد كده هما تراجعوا عن الكلام ده وما عادوش ضد سيدنا علي يعني. الشاهد إن بعد موقعة الجمل ففي أحد الناس بيقول لسيدنا علي بن أبي طالب: أتظن يا أمير المؤمنين أن طلحة والزبير على ضلال وهم من العشرة المبشرين بالجنة؟ منطقي برضه. يعني هو بيسأله بيقول له المفروض في الوقت ده في اللحظة دي سيدنا طلحة وسيدنا الزبير ضد سيدنا علي، أو في الجهة المقابلة لسيدنا علي. فبيقول له هل هم هيبقوا على ضلال وهم أصلا من العشرة المبشرين بالجنة؟ فطبيعي ممكن يبقى أنت كده اللي على ضلال بقى. فسيدنا علي رد عليه قال له إيه؟ قال له: يا ابن أخي، الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. يعني إيه الكلام ده؟ وده الشاهد بتاعنا من الفيديو ده اللي هو المفروض يبقى يسقط معانا على أرض الواقع في كل المناسبات يعني. أنت لو جيت تحسبها بالمنطق، هو بيقول له سيدنا طلحة وسيدنا الزبير دول من العشرة المبشرين بالجنة، فطبيعي مش هيبقوا على ضلال يعني. بالمنطق كده. طب ما انا كمان من 10 مبشرين بالجنة كسيدنا علي يعني. طب ما انا كمان من 10 مبشرين بالجنة، اشمعنى انا اللي هبقى على ضلال وهما مش هيبقوا على ضلال؟ بنفس المنطق يعني. فالرد بتاعه كان بيقول له ايه؟ الحق لا يعرف بالرجال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش معنى ان الراجل ده خير ودين وخلقه حسن وسمته طيب وشيخ انه كده مش هيضل. اصل هو مش معصوم، هو في الاول وفي الاخر هو بشر. فبالتالي انت ما تاخدش الحق من الشخص مسلم بيه، اللي هو خلاص طالما الراجل ده قال يبقى الراجل ده حقاني. ماشي، هو حقاني وكل حاجة بس ممكن يضل. ولكن ايه بقى؟ ولكن انما يعرف الرجال بالحق. يعني شوف الحق فين. الحق انا عرفت ان ده الحق، شوف مين اهله بقى. طلع اكس، طلع واي، طلع زين، طلع عبيد، مش هتفرق. طالما انا عرفت الحق فين، خلاص اعرف فين بقى اهل الناس ده، اهل الحق ده فين الرجاله بتوعه بقى. لكن مش مجرد ان هو حد كويس وحد 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 يبقى خلاص هو كده معاه ختم ان كل الحق هيبقى معاه هو بس. لا، عادي ممكن يضل. ليه؟ لأنه في الأول وفي الآخر هو بشر مش معصوم. المعصوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخلاص يعني مفيش عصمة لحد بعده. فطبيعي أنا ممكن أضل، فلان ممكن يضل، وهكذا. فده بقى احنا نسقطه على الواقع عندنا بقى، اللي هو فلان الفلاني قال كلام حلو يبقى خلاص مسلم بيه. لا، مش مسلم بيه. ممكن يكون مش على حق، ممكن يكون على ضلال، مش عن قصد او عن عمد، عن جهالة او رأيه في هذا الموقف كان كده. فمش شرط ان الرأي ده او المعلومة دي تكون صائبة، ممكن يكون ضل عن جهل مش عن عمد. فبالتالي انت بتعرف الحق فين. انت بتدور على الحق، عرفت الحق فين تشوف اهله بقى، مش العكس. مش الراجل موجود فخلاص ايه الحق بقى ملازم ليه. لا، احنا بنشوف الحق فين وبنروح وراه. فده يقيسوا عليك بقى على مدار حياتك بقى اليومية. قابلت شيخ بقى، قابلت حد متدين، قابلت انت الفيصل عندك الحق مش الشخص نفسه. والله الحق ده طلع مع الشخص ده تمام، طلع مع حد تاني تمام برضو. انا غايتي معرفة الحق فقط لا غير. وبالمناسبة كده كده سيدنا طلحة وسيدنا الزبير لما سيدنا علي فكرهم بالأحاديث بتاعة سيدنا محمد، هم تراجعوا أصلا عن إن هم يكونوا في الجهة المقابلة سيدنا علي بن أبي طالب. أشوفكم على خير. السلام عليكم.